بمناسبة ان الدراسة على الابواب هنحاول نعمل افكار جميلة تنفع الاولاد للفطار وتنفعهم كمان وهم بيذاكروا كده، بكوباية شاي بلبن، بكوباية شاي ياكلوها. هنعمل البقسماط التحفة دي، وان شاء الله فيديوهاتنا الجاية كلها تبقى افكار تنفع اولادنا بمناسبة الدراسة. كل سنة وانتم طيبين، يجعلها سنة سعيدة علينا وعليهم بإذن الله. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده هنعمله ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدأ، اشتراك في القناة ومتابعة على صفحة الفيس طبخة وشنطة، ولايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد وكلنا نقدر نستفيد من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا معايا كوباية احط فيهم 3 معالق سكر ومعلقة خميرة وشوية مية، وهدوب فيهم المكونات دي كويس جدا وهركنها على جنب. ادوب الخميرة بالسكر كويس قوي واركنهم على جنب لحد ما الاقي الخميرة عملت وعلى وشها كده زي الفوم، اضمن ان الخميرة بتاعتنا زي الفل وتمام. اهي زي ما انتوا شايفين كده عملت زي رغوة وفوم. وده معايا نص كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين. حط له شوية ملح، وده سمسم متحمص او سمسم جاهز احمر، خدت منه معلقتين على نص كيلو الدقيق. وهنزل بالخميرة بتاعتنا على الدقيق وشوية بشوية هضيف مية. هي دي مكوناتنا، دقيق ومية ونص كيلو دقيق. تمام كده. هعجن كويس جدا زي ما انتوا شايفين لحد ما العجينة بتاعتي تتلم زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهضيف 3 معالق زيت. في اضافة انا نسيتها هوريها لكم في الاخر، انا ضفتها بتدي نتيجة وريحة جميلة قوي للبقسماط بتاعنا. هوريها لكم، معلش انا نسيتها احطها في المكونات وانا بعجنها اهي، وهي ذرة فانيليا. اعجن كويس قوي. نجاح البقسماط ان انت تعجنيه كويس جدا وتسيبيه يخمر كويس جدا. هلم العجينة بتاعتي واخليها في قلب الطبق لحد ما تخمر معانا. تمام، وهي كده خمرت معانا زي ما انتوا شايفين. انزلها على الرخامة ومعايا طبق فيه مية وطبق السمسم بتاعي، واقطع قطع صغيرة كده. انا هعمل شكلين، هعمل بقسماط اللي هو المدور، وهعمل كمان اللي هو الصوابع بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بطريقة سهلة. وهنزلها وشها فقط في المية وانزل بيها على السمسم. وصينية مدهونة زيت بسيط جدا، وهرصص فيها البقسماط بتاعنا اللي انا بشكله. هقطع كمان حتة وريها لكم. العجينة جميلة جدا، طرية في ايدي جدا. مفيش اسهل من كده. هعمل كمان واحدة معاكم وانزل بيها على السمسم وارصصها في الصينية بتاعتي. انا هعمل ده برضو، بس ايه، هعمله زي صوابع، وبرضو نفس الحكاية بلها في مية وانزل بيها في السمسم وارصص الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله نص كيلو دقيق عمل لي صينيتين كبار جدا. خلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، ادي صينية وادي التانية. هسيبهم يخمروا كويس قوي، وبعد كده ادخلهم الفرن على درجة حرارة 180. الشبكة تبقى قريبة من الارضية شوية، بس مش هحطها على الصاجة على طول عشان يتحمص معايا ويبقى جميل ومقرمش. طريقته بسيطة وسهلة. عمل كمية معانا جميلة جدا. يا رب يكون عجبكم. ان شاء الله هنحاول نعمل في الفيديوهات الجاية كلها افكار تنفع اولادنا للدراسة، وهنحاول نشوف حاجات موفرة وامكانياتها بسيطة ان شاء الله. الف هنا وشفا. يا رب تكون عجبتكم، وقناتي دايما عند حسن ظنكم. والسلام عليكم.